الميتالاكسيل هو مبيد فطري جهازي، ومعنى كلمة جهازي إن هو بيمتص عن طريق الجذور والأوراق وبينتقل مع عصارة النبات عشان يحميه من الداخل والخارج. الميتالاكسيل هو المتخصص الأول في القضاء على الفطريات البيضية اللي بتسبب أمراض خطيرة. بيشتغل بفعالية عالية ضد اللفحة المتأخرة زي الموجودة في البطاطس والطماطم، البياض الزغبي اللي بيصيب العنب والخيار والبصل، أعفان الجذور وسقوط البادرات المتسببة عن فطر البسيم. نادرا لما بنلاقي الميتالاكسيل لوحده، دايما بيبقى مخلوط مع مبيدات تانية علشان الفطريات ما تكتسبش مناعة منه. أشهر صوره المشهورة بالرودامين والميتالاكسيل مع الهيميكسازول. الميتالاكسيل ما بيستخدمش أكتر من مرتين ورا بعض، لازم نبدل مع مادة فعالة تانية لتجنب المقاومة. أفضل وقت للرش هو الصبح بدري أو وقت الغروب، ونتجنب وقت الظهر. PHI بيختلف من محصول لآخر، غالبا من 7 أيام ل 14 يوم. وعلشان الرشة تجيب 100% من مفعولها لازم تعرف ايه المواد الممنوع تتخلط مع الابامكتين، وده اللي هنشرحه في الفيديو الجاي. تابعنا علشان محصولك يفضل دايما في امان. اشوفكم على خير.